مع المفاجأة الكبرى. شو رأيكم في النتيجة؟ شايفين بعد ما الفراخ استوت الصوص بقى غليظ ازاي، وطعمه وريحته بصراحة يجنن. جربوها يا جماعة. انا لسه كمان ايه بقى، انا دقتها بصراحة كده يعني ما قدرتش اصبر، لقيتها خطيرة، وهدوقها تاني برضو عشان ايه اتأكد. خلاص. مساء الخير. هنعمل النهاردة وصفة، يعني انا لسه ما جربتهاش، انا هقول لكم في الاخر هي حلوة ولا لا، بس اكيد هتطلع حلوة، لان ومن باب الامانة الوصفة دي شفتها عند شيف نادية، فاحنا هنجربها. انا تقريبا عامل وصفة عندي على القناة اسمها عيد الحب تقريبا، نفس الفكرة بس مع اختلاف شوية حاجات كده. فالوصفة دي هنجربها كده وهنشوفها هتطلع عاملة ازاي. اول حاجة هنقطع بصل جوانح او جوليان بالطريقة دي. وملحوظة مهمة، لما نيجي ننزل بالبصل في الزيت لازم وانت بتنزلي بيه في الزيت تسمعي الصوت ده، اسمعي كده. ليه بقى؟ عشان البصل ما يشربش زيت ويبقى تقيل كده، فاهمين قصدي؟ كده يعني ايه، هيقرمشه بسرعة وهيخليه يدبل بسرعة من غير ما يشرب زيت ويبقى خفيف. فهمتوا قصدي؟ يعني هيغلف البصل من بره بدون ما يشرب زيت. هشوح البصل كده لحد ما يبقى لونه ذهبي وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليه. طيب بعد ما نزلنا بتلات اربع معالق زيت في طاسة على النار، نزلنا ببصلاية كبيرة او اتنين وسط كده وقطعناهم زي ما انتم شايفين جوانح او جوليان، وقلبناهم كده لحد ما بقى لونهم ذهبي. وبعد كده هننزل بتلات اربع فصوص توم مفرومين كده زي ما انتم شايفين. تمام. طبعا انا عدلت في الوصفة شوية، يعني شيف نادية نزلت ببصل ابيض، انا بشوف ان البصل الابيض خفيف، يعني انا بشوف الاحمر افضل للطبخ لانه بيبقى اقوى، الا بشوف الابيض ده خفيف للسلطه، مثلا بصل الكشري بيبقى خفيف شويه، فانا بفضل البصل الاحمر المصري للطبخ. تمام. نزلنا بالثوم، بعد كده هننزل بفلفل، حبه فلفل كبيره رومي مفرومه بالشكل ده. خلاص. هنقلبهم بقى كويس جدا لحد ما المكونات دي كلها تاخد من بعضها ويتبالوا كده شويه. وريحة الثوم تطلع، طبعا اول ما ريحة الثوم تطلع هننزل بالدجاج اللي معانا، اي دجاج يعني، صدور، وراك، اجنحة، اي حاجة، اي نوع فراخ يعني تنفع الوصفة دي على كلامها يعني. تمام. هقفل كده واقلب شوية عشان مش عارف اقلب كويس وانا بصور وارجع لكم تاني. هنغلفهم كلهم يعني عشان ياخدوا ايه من ناحية الخضروات اللي احنا حطيناها دي. تمام. بعد ما قلبنا شويه كده والفراخ خدت من نكهه الخضار، هننزل بملح وربع معلقه فلفل اسود وربع معلقه بهارات مشكله او بهارات سبعه، اي بهارات مشكله، ومعلقتين كبار بهارات الكاري. هي الوصفه دي بيقولوا معتمده على الكاري يعني وكده. فهننزل بمعلقتين كبار، معلقه، تاني معلقه، نقلب بقى كويس عشان تاخد من نكهه البهارات. هقفل كده عشان بصراحة مش عارف اقلب وارجع لكم تاني. بعد كده هنطلع الدجاج في طبق جانبي. طلعنا الفراخ بتاعنا، هننزل باربع حبات طماطم وسط بالشكل ده، دوم تقليبتين حلوين كده مع الخليط الجميل ده. هي بصراحة الوصفة مبشرة، يعني الروائح اللي طالعة مبشرة جدا.
هنقلب بقى الطماطم مع الخليط الجميل ده، وهنغطي عليها لحد ما تنزل ميتها وتتسبك وتبقى تمام. هنعرف ازاي ان هي اتسبكت، هتلاقي الدهون بتاعها فصلت كده على الوش. هنشوف دلوقتي. انا هقفل ولما تجهز هرجع لكم تاني. طيب بعد ما سيبناها من 10 ل 15 دقيقة، انا طبعا ده اختياري من عندي، احط قرنين فلفل حار اقسمهم كده عشان يدوني نكهة كده سبايسي. انا بحب الاكل سبايسي. بعد كده هنرجع بالدجاج بتاعنا تاني، شايفين كده. نديله تقليبة. وبعد كده هننزل بالمية الغليانة بتاعنا. لازم مية غليانة عشان الفراخ منشفش مننا وتبقى مجلدة كده، فاهمين؟ فأنا هجيب الماء السخن وارجع تاني. خلاص اديناها كام تقليبة كده مع بعض. بعد كده هنغمرها بالماء السخن، تمام، بالشكل ده. وبعد كده هنغطيها وهنسيبها تطبخ. شوفوا المرحلة اللي جاية دي اختيارية، تمام. انا نسيت احط حاجة على فكرة. المفروض احط زبادي، بس انا هحط بدل الزبادي جبنة كريمي، تمام، وعصير ليمونة. فانا هنزل بهم دلوقتي لان المفروض احطهم قبل المية وانا نسيت بصراحة، فخليكم معايا. تمام، ادي الجبنة. هنقلبها كويس. احسها قريبة من الدجاج بالكاري. الوصفة دي يمكن دي تاني وصفة اعملها على القناة تقريبا. يعني لو دخلتوا على القناة كده ورجعتوا ورا خالص هتلاقوا وصفة كده شبه كده، بس طبعا مع اختلاف البهارات طبعا. تمام. بعد كده هننزل بعصير ليمونة كبيرة، الليمون اللي هو الأصفر ده. هننزل بعصير ليمونة كاملة أو اتنين من اللي هما الأخضر الصغير ده الصغير، تمام. أكمل بقية عصير الليمونة وأرجع لكم تاني. خلاص بعد ما نزلنا بالزبادي والليمون أو الجبنة كريم اللي أنا نزلت بيها، نزلت تقريبا بتلات أربع معالق كده. وطبعا هنشيك على الملح بتاعنا. وقدامنا يعني اختيارين، يا اما نغطي عليها ونسيبها تطبخ 100% لحد ما الشوربة دي تبقى كده صوص خفيف كده، صوص تقيل كده غليظ، يا اما يعني نطبخها لحد 80% 70%. وبعد كده نحطها في بايركس وندخلها الفرن. ندخلها الفرن مثلا على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200. ونسيبها بقى، يا اما ننشفها قوي يا اما نخلي فيها صوص برضو، ده اختيار. شوفوا دي اذواق وانتوا زي ما تحبوا يعني. شوفوا انتوا بتحبوا ايه واعملوه. انا بالنسبه لي عشان مستعجل بس شويه، فانا مش هدخلها الفرن، تمام. انا هخلصها كده على طول في الحله واحده كده، ولحد ما الصوص ده يبقى خفيف كده وغليظ وتبقى كده تمام معايا. خليكم معايا لحد ما تخلص عشان اقول لكم ايه رايي فيها. يلا. وكده الوصفه جهزت معانا. نزلنا كده بشويه بقدونس او كزبره. بصراحه يا جماعه انا دقتها، فاللي انا يعني وصل لي انا مش مصدقه. فانا هقعد كده معاكم وهندوق تاني واقول لكم ايه رايي بجد. خلاص هي كده الوصفه بقت جاهزه معانا. شايفين القوام بتاع الصوص؟
للعلم انا ما دخلتهاش الفرن. يعني الفرن انا دايما بقول بيودي الاكل في حتة تانية خالص، مش في حتة تانية، في حتة تالتة. فانا بس عملت تيست كده خطيرة بصراحة. فهنقعد كده وهندوق وهنقول لكم ايه رأينا بقى. يعني انا دقت الصوص خطير، فهندوق بقى الفراخ ونشوف. تمام. هنزلها بقى من على النار. لو كان عندي وقت كنت حطيتها في الفرن على فكرة، لكن للأسف ما عنديش وقت. فهندوقها وهي كده. يلا حلوين، ندوق بقى الفراخ ونقول لكم ايه رأينا. للعلم كل ده عشان خاطركم والله. انا اصلا ما باكلش بالليل قوي كده يعني. ف واكل متأخر كمان. فهندوق بقى. شايفين الفراخ دايبة جدا يا جماعة، والله دايبة جدا. شايفين؟ مش عارف انا عارف اصور ولا لا. فهندوق بقى كده ونشوف ونقول لكم ايه رأينا. يلا. خطيرة يا جماعة والله، والله العظيم خطيرة. هي على فكرة في وصفة هندية اسمها دجاج بالكاري او كاري بالدجاج. الوصفة دي هندية، انا عملتها قبل كده زي ما قلت لكم برضو في اول القناة خالص. يمكن تاني فيديو ولا تالت فيديو انا عامله في القناة. اللي تقريبا متشابهة ليها. يعني الاتنين احلى من بعض. انا حسها مدية على هي بالكاري اصلا، بس هي غيرت بدل ما بتتعمل بكريمة طهي، هي عملتها بزبادي. وانا كمان عملتها بجبنة. اكيد التست اللي عندي ده غير اللي عندها، غير كريمة الطهي. ففي جميع الاحوال هي جميلة بصراحة. بنصحكم تجربوها، هتعتمدوها زي ما هي بتقول. هتعتمدوها كل اسبوع، وسهلة زي ما انتوا شايفين وسريعة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. يلا سلام عليكم.